انا متضايق منك يا ابوي. ولا انت حاجة صعبة، انا مش طايقة اشوف خلقتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى الله متوكلين. احنا مش واخدين حاجة من الدنيا، هو كلام بيردد لكن مش يقيني، مش طالع من القلب. يا هو حد واخد منا حاجة بعد ما يجيبوا أجل بعض، وبعد ما يشهروا ببعض، وبعد ما ياكلوا في هدوم بعض، وما يبقاش ليهم سيرة حسنة لبعض، وبعد ما يقرفوا بعض ويبهدلوا بعض آخر بهدلة. يا عم يلا بقى، هو حد واخد منا حاجة؟ انت خدت كل حاجة، وانت سبت حاجة ما عملتهاش ولا سبت حاجة ما قلتهاش؟ لو الإنسان تنى يكذب ولا يخبص ولا يشهر بسمعة أخوه المسلم، ولا يغتاب ولا ينم عليه، ولا يقول كلمة مش في صفه عشان حاجة في نفس ابن يعقوب، يعني حاجة زهقتك منه، غيرة، حقد، حسد، مش عارف توصل ليه، مش عارف تجيب حلاوة وعذب كلامه ونباهة عقله وفهمه وحواره، تقوم تقلب عليه. وبعد ما الدنيا تعلى لفوق وتبقى زي النار وتاخد كتير على ما تبقى رماد، يقول لك يلا قدر الله ما شاء فعل، هو الواحد هياخد ايه؟ ها، احنا كلنا ماشيين. لا، هو انت لو ماشي ما كنتش عملت اللي انا قلت عليه ده كله اصلا من الاساس. انت لو مدركة ان انت هتسيب الدنيا كلها ما كنتش اتكلمت كلمة واحدة. كلامي دايما موجه للجميع وانا قبليكم. دنيا فانية زي ما ربنا ما قال، هي مش دار الخلود، دار الخلود الآخرة، واحنا بنطلع من الدنيا للآخرة بحاجات وأعمال طيبة، لكن الإنسان ضعيف. لعل وعسى يرحمنا الله جميعا بضعفنا، بمعلوماتنا الجهلة اللي ما بنعرفهاش، بالرغم ان السوشيال ميديا كاملة والتواصل الاجتماعي وجوجل ما خلاش فسفوسة مفسفسة إلا لما اتكلم فيها. عايزين حاجة تانية؟ دمتم بخير.